واختار ايه. انت دلوقتي هدفك من المباراه ايه؟ هدفك من المباراه ان انت عايز التصنيف، فبالتالي انت عندك القماشه عريضه واخترت قبل كده 30 لاعب، ممكن تاخد وتلعب بعناصر تعتبرها هي، لو انت خايف على العناصر الاساسيه اديهم جزء من المباراه، لكن اشتغل بالعناصر اللي انت هتجهزها، او المفروض انت بيبقى عندك عناصر كتيره اعتمد عليهم في المباراه، حتى لو حصل اي ظروف معاكسه يبقى انت عندك عناصرك الاساسيه استفدت بيهم يعني في موسم الوقت. والعب. ايوه خطط والعب طبعا. بص يا الشادي انا هاخد معاك بقى من البدايه برضه. ما انا هقول المباراه دي وضعها ايه؟ يوم 30 مباراه ملاوي دي ملابساتها ايه؟ ايه الحلول؟ انت برضه رايك نلعب ما نلعبش؟ هو لا رايي انا كشادي نلعب تمام، لكن الخواوي ما كانش عاوز يلعب. الحمد لله ان احنا اتفقنا على حاجه في البدايه. المعلومه المؤكده ان كوبر ما كانش عاوز يلعب ومش مهتم نهائي بماتش ودي يوم 30 مايو ولا قبل 30 مايو، وعاوز يكتفي بماتش تنزانيا. لكن هو المجموعه اللي بتفكر في المنتخب في اليد خايفه من امر مهم اللي هو ان تونس او كافيرد يلعبوا ماتش ودي يوم 30، فهم عاوزين يعملوا ده عشان ان حدث وان تونس او راس الاخضر قرروا يعملوا ماتش ودي يوم 30 قبل ماتشاتهم الثانيه المضمونه، جيبوتي ومش فاكر الفريق بقى قصاد راس الاخضر جزيره كده مش فاكر اسمها، دول هم بيتعاملوا معاهم انهم دول فايزين عليهم، فكده كده هياخدوا النقط بتاعتهم. فاحنا عندنا ماتش تنزانيا، وتنزانيا مهما كان هناك بعض الامل، بصيص من الامل، ففكره ان هي هتلعبك بجديه وبشراسه، فمش لازم تفوز، ممكن تتعادل، والتعادل ممكن يهز موقفك في حاله لو تونس كانت لعبت ماتش ودي، فانت عاوز تعمل تامين لفكره انك الخامس في التصنيف او رقم 5 في افريقيا، وبالتالي على راس مجموعه اوتوماتيك يوم 24/6 يوم القرعه. طيب هو التصنيف ده مهم؟ فارق معانا في حاجه؟ ما انت لو بصيت في الفرق الاخرى هتلاقي المغرب والكاميرون ونيجيريا، يعني لو بصيت في اول 10 ما فرقتش، بس انت من اول 10 في تفريق الاحوال، لو انت مش مستوى اول فانت اكيد مستوى ثاني. لكن طيب هو انت لو مصر على راس مجموعه ومعاها تونس مستوى ثاني وكاميرون مستوى ثالث والجابون مستوى رابع، ايه تعمل ايه انت؟ شايف ان دي حلوه؟ طب هي نفس الترتيب، اعتبر نفسك انت الرابع. الموضوع مجموعه الموت. القصه زي ما انا فاهم انه غانا، الجزائر، السنغال، كوت ديفوار، الاربعه دول هم اللي قابلك في التصنيف. الاربعه دول غانا خرجتك 2014، الجزائر 2010، السنغال 2002، كوت ديفوار 2006. هي دي العقده، مش عاوز يقابلهم تاني. قصه حل نفسيا، ثم في مشكله ثانيه بتواجه الجهاز الفني للمنتخب، وهي ان اللعيبه بقت نفسيا احنا في التصنيف الاول، مش عاوز يأثر عليهم. لا وبقى انجاز للجهاز الفني بلا شك، هو انجاز يعني عامل طبعا انك بتطلع تقدم خطوات، دي شيء كويس، لكن انا بتكلم في المنطق العام انه التصنيف مش مهم الا مهم في اتجاه معنوي، ان المجموعه اللي ممكن تلتقي باحدهم، المجموعه دي سواء غانا او الجزائر او سواء كوت ديفوار، هم دول اللي اخر بطولات خرجوك. كويس، يعني انت شايف يا استاذ شادي لو الجزائر جت معانا، لو بقينا تصنيف ثاني الجزائر جت معانا مفيش مشكله، السنغال جت معانا مفيش مشكله، كوت ديفوار لو جت معانا مفيش مشكله. انا احب اقابل غانا، شوف يعني انا عن نفسي كمواطن مصري عاوز اقابل غانا تاني، لكن ده مش معناه انا كمواطن، لكن هم او كمشجع او كاي حاجه، لكن هم اللعيبه والجهاز الفني عنده، او الجهاز الفني عنده وجهه نظر ثانيه ان دي مجموعه المستوى ايه. انت فاكر اول ما غانا وقعت قدامنا ده طبل وزغاريط ومبروك علينا التاهل لكاس العالم؟ طبعا الناس وهي مباراه، هو لا خلي بالك انه احنا هو شوط اللي فرق معانا. احنا في الجزائر كنا في جون عماد متعب، لولا التغيير بتاع اللوائح انت كنت في كاس العالم. تغيير المقصود ايا كان مقصود او غيره، بس حصل تغيير، وانت كنت احسن من الجزائر في الماتش وعملت ماتش رائع، وبس المشكله الفرحه المبالغه عشان نتكلم فيها يعني ادت الى ما ادت عليه في السودان، دي قصه ثانيه، لكن انت جيت هزمت الجزائر 4-0 في كاس الامم، بعديها بكام شهر، بعدها ب3 اشهر تقريبا، رباعيه رباعيه، فاذا فكره انك تواجههم مش مزعجه، لكن نفسيا دي قصه ثانيه. فبالتالي المدير الفني للمنتخب المصري الارجنتيني هوكتر كوبر ما كانش عاوز يلعب يوم 30، طيب لكن قلقه من تونس والراس الاخضر بيخليه يفكر بشكل جدي. مباراه ملاوي اللي اتحطت على موقع الاتحاد الدولي تمام يوم 30 مصر كلمت ملاوي، واحنا نرجع حتى لو بيقولوا لا ممكن يكونوا كلموا عن احد الوسطاء وفي الاخر بالظبط اوعى يكون الوسيط ده بيضحك عليكم. لا مصر جالها المغرب، والمغرب بعد ما هي طلبت ان هي تقابلنا
رينارد رفض، قال لا مش عاوز اقابل مصر دلوقتي في الفتره دي، وفي الغالب هنلتقي بالمغرب في قبل، لو احنا ما وقعناش معاهم في التصفيات هنتقابل ماتش ودي في شهر 8 او 9 الجاي. اما احنا كنا ملاوي ده عن طريقنا واحنا بنتنصل منه. والكونغو بعتت بالفعل وموافقه وجاهزه ونفسها تلعب. طب في حل تاني؟ في ليبيا، دي وجهه نظر شخصيه. تقول لي اشمعنى ليبيا؟ اقول لك اولا تصنيفها مش هيخسرك لو اتعادلت معاها او فزت، مش هتخسر نقط زي لو قابلت ملاوي لانها في التصنيف بعيد جدا. ملاوي دي حاجه. الحاجه الثانيه انه ليبيا حسب معلوماتي هتلاعب هنا يوم 5/6 هتلعب هنا في بتروسبورت في ماتش مع المغرب هنا في القاهره. فبالتالي ان احنا نقدر نطلب من الناس بتوع ليبيا المتعاونين اللي هم قابلونا قبل كده في اسوان ان احنا نلتقي ماتش ودي تاني مفيد ليهم ومفيد لينا، انهم يجهزوا نفسهم لماتش المغرب واحنا نستفيد بيهم لو فزنا، يعني اذا ربنا اذن احنا نفوز واحنا نستفيد بان احنا مأمنين الترتيب بتاعنا اللي هو الخامس على الاقل. بس احنا كده اتفقنا اللي رغباتكم انتوا الاثنين اننا نلعب، مش رغباتنا، رؤيتنا للموقف ان المفروض ان انت تلعب ما دام انت مخطط لكده، بس تلعب ازاي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن اللي انا عاوز اقوله انه ماتش تنزانيا هو اللي لازم يبقى تفكيرنا الاكبر فيه، لان الفوز فيه هو اللي حتى لو ما لعبتش الماتش بتاع 30 اللي هيرسخك ويرسخ وجودك في المركز الخامس او في التصنيف الاول. انتوا كده رحتوا لنفس يعني حيرة كوبر. انت كده خط نفس الخط. انا عند نفسي لو انت مجموعه اللاعبين اللي انا المؤكد عندي ان مش هيضم حد جديد الا لا قدر الله اصيب، يعني المجموعه اللي لعبت ماتشين نيجيريا هم اللي هيكملوا ماتشات المعسكر اللي جاي. يعني قليل قوي ان لم يكن مستحيل حد يدخل الا اذا بعد الشهر زي ما بقول لك حصل اصابه لحد من اللي كانوا موجودين. غير كده لا. الحاجه الثانيه هو ليه عاوز يلعب يوم 30؟ لانه هو يوم 30 يقدر يجيب كل نجومه سواء صلاح او النني. الاجنده بتاعته ودي حاجه تحترم في التفكير انه عايز يلعب بالفريق الكامل بتاعه. استاذ حسن، نقفل الملف ده ايا كان، هنروح لمباراه تنزانيا وهي المباراه اللي تؤكد ان شاء الله وجود المنتخب المصري في الجابون في 2017، واتحاد الكره يرغب في الاستمرار ايا كان الوضع حتى هذه المباراه. هي طبعا ما دام مباراه هتاكد تاهلك فهي مباراه مهمه. مباراه لازم تكون هي التفكير الاساسي زي ما قال شادي، لازم فعلا تكون هي التفكير الرئيسي بتاعنا، هو التفكير ان الماتش الرسمي دايما هو الاساس، هو اللي المفروض احنا بنركز عليه، واذا كان في اي حاجه وديه فهي تجهيز ليه او امور ما شابه ذلك. اتحاد الكره بقى عايز يقعد، عايز يكمل. دي قصه فعلا احنا شايفينها فيها لغط كتير ومحدش قادر يحسمها يعني. وللاسف يعني انا ما اعتقدش ان هم ممكن يعني حتى لو حصل في حاجه في الجلسه اللي جايه ان ممكن هم يقدموا استقالتهم بشكل سريع، او لان هم فعلا عايزين يستنوا لحد ما يتاكد التاهل فيقولوا ان احنا اهلنا مصر او تركنا بصمه قبل التاهل. لكن هل الظروف فعلا هتساعدهم على كده؟ هتفيد ولا هتضر؟ يعني سابوا مصر متاهله مش متاهله بالنسبه للمنتخب، بالنسبه لاتحاد الكره الحالي اللي هو ماشي اللي هو موجود على قيمتين بعد كده هتفيد يعني. هم بالنسبه لهم معتقدين ان هي هتفيدهم، لكن هم ما اضروا كتير بالكره المصريه، يعني ما فادوش حاجه وما عملوش حاجه. حتى المنتخب زي ما بقول لك يعني مش هو ده، ما لهمش اي حسنات. قول لي انت حسناته. لا انا بسالك. ناس طيبه. ناس طيبه بجد يعني. طول الفتره اللي كان فيها اتحاد الكره الحالي ما كانش فيه غير معظم الوقت عشوائيه، في مجاملات، حتى كل الامور اللي عملوها تلاقي هم نفسهم بيطلعوا ينتقدوا بعض فيها يعني احنا تعبنا وانهكنا من الكلام في الموضوع يعني. 3 سنين او 4 سنين موجودين، السنه الرابعه خلاص اهوت، وطول السنوات دي واحنا عايشين معاهم حاله من ما فيش اي حاجه يعني. كل حتى قرار بيبقى قرار مش مدروس، وكل قرار ناتج يا اما عن مجامله يا اما عن شيء ما فيش يعني. حتى المجلس كله اكد ان هو يعني ما عندهمش حتى حد فيهم عنده الخبرات اللي يعرف يدير بشكل كويس. كلهم مش فاهمين ليهم اي وجهه نظر في حاجه ولا رؤيه واضحه يعني. بس في الانتخابات رؤيتهم واضحه. لا، في الانتخابات بيخططوا للاخرين يعني. بيخططوا ازاي يعني ان هم يسيبوا الرؤيه واضحه بشكل كبير فعلا.
لا انت بتدي حته أنا ماليش بتوضح. انت انا بوسع لك بس. هو شوف انا عايز اقول لك حاجه، انا شايف ان يعني كده خلاص هو المنتخب ان شاء الله تاهل بشكل كبير. فاذا كان بس في حاجه خلاص مش هينفع ان هم يكملوا، او القضاء حكم في الجلسه اللي جايه اعتقد يوم الاحد الجاي، اذا جه قرار ضدهم اتمنى ان هم يستقيلوا بالفعل، لان عدم استقالتهم هو ده اللي هيضر. يعني عدم استقالتهم وتمسك اي حد فيهم بالكرسي او اللجوء للاتحاد الدولي هو ده اللي هيضر، وممكن يضر مصر بشكل كبير. فاتمنى فعلا ان دي الحسنه الوحيده اللي ممكن يعملوها قبل ما يمشوا، ان هم فعلا يسيبوا بصمه ان هم يستقيلوا ويبعدوا عن الكره المصريه. ده الاهم في الفتره الحاليه. تمام. استاذ شادي، لسه مقتنعين بفزاعه الفيفا وهيضروا القصه؟ طب ما الناس لجأت لمحاكم مدنيه زي ما كانوا بيقولوا الناس ما مشطوبين، تلجأوش. هم مشطوبين حسب اللائحه، مشطوبين ما يلحقوش الدخول. هم نفسهم هم مين؟ اللي رفع القضيه واخدين قرار بشطبهم يرجعوا 100 على اعتبار اللوائح. الحاج محمود الشامي قال لي احنا نعتبر رد فعل جديده، عارف هو مخرج، بس يعني مخرج ايه؟ بص، هو الموضوع بتاع الفيفا والحاجات دي انا ما بخافش منها. انا عن نفسي، وبعدين يوقفوها ايه اللي هيحصل؟ يعني ما هو في جميع الاحوال هل احنا دلوقتي بقالنا سنتين في بطوله ما بنصعدش كاس افريقيا. الاهلي بقاله فتره ما بياخدش بطوله افريقيا الابطال. السنه اللي فاتت خد الاتحاد اللي هي الكونفدراليه، دي حاجه طبعا لا كالعاده الاهلي الاول برضه. فالمنطق هنا بيقول طيب لو وقفوا ايه اللي هيحصل؟ هنلاعب بعض؟ ما احنا اصلا بنلاعب بعض. ده الفلوس اللي بتيجي من الاعلانات كلها اللي موجوده في مصر عشان الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض، عشان الاهلي والزمالك بينافسوا بعض. يعني مش عشان مثلا هيروحوا يقابلوا في افريقيا اسك فيجيب فلوس خالص. الحكايه بحالها انه الزمالك والاهلي بينافسوا بعض، فالمنافسه دي اللي بتجيب فلوس في الاعلانات وبتجيب برامج وبتعمل الجو ده كله. فلو لعبنا نلاعب بعض عادي، لكن انا ما بخافش من الحكايه دي. لكن هو المشكله بسيطه جدا وحلها ابسط. في لائحه اعتمدت من الاتحاد الدولي. كويس. اللائحه المعتمده ننفذها. كأن لما كانت بتقول ايه بقى؟ يعني كده لجوء اعضاء اتحاد الكره الحاليين للقضاء المحلي كده يعتبر هم برضو طبق عليهم اللائحه والشطب. ما هم مقدمين من الاول، مش مقدمين من دلوقتي. هم كانوا ماشيين في الاجراءات. كويس، لكن بقى في اشكال رسمي. هل الاشكال ده اللي قدمته الجهه الاداريه ولا لا اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره. فكده بقى وفقا لكلام حضرتك هو واللائحه. بص، انا بالنسبه لي ما عنديش مانع اتحاد الكوره ده كله على بعضه كده يحصل فيه اللي يحصل. لكن الحاجه المؤكده ان هم مع اختلافنا معاهم من كل الاوجه، اذا حسوا بان مصر هتتضر هيستقيلوا، ودي حاجه تحترم فيهم. وانا مؤكد هذا، ما فيش واحد فيهم ما تقدر تقول عليه انه مش هيستقيل. جميعا سيستقيل. ماشي. هيمشوا اللائحه اللي هي عبيد ثروت السويلم. هم قاعدين ليه؟ دي قصه. هو في اجراءات قانونيه هو بيقول استغلها للاخر، فبيستغلها للاخر. طيب ما تيجي ناخد جانب اخر ونشوف الدنيا راحت. ومعاها تونس مستوى ثاني، وكاميرون مستوى ثالث، والجابون مستوى رابع. ايه بتعمل ايه انت؟ شايف ان دي حلوه؟ طب هي نفس الترتيب، اعتبر نفسك انت الرابع. الموضوع مش مجموعه الموت. القصه زي ما انا فاهم انه غانا، الجزائر، السنغال، كوت ديفوار، الاربعه دول هم اللي قابلك في التصنيف. الاربعه دول غانا خرجتك 2014، الجزائر 2010، السنغال 2002، كوت ديفوار 2006. هي دي العقده، مش عاوز يقابلهم تاني. قصه حل نفسيا. ثم في مشكله تانيه بتواجه الجهاز الفني للمنتخب، وهي ان اللعيبه بقت نفسيا احنا في التصنيف الاول. مش عاوز يأثر عليهم. لا وبقى انجاز للجهاز الفني بلا شك. هو انجاز يعني عامل طبعا انك بتطلع تقدم خطوات، دي شيء كويس. لكن انا بتكلم في المنطق العام انه التصنيف مش مهم، الا مهم في اتجاه معنوي. ان المجموعه اللي ممكن تلتقي باحدهم، المجموعه دي سواء غانا او الجزائر او سواء كوت ديفوار، هم دول اللي اخر بطولات خرجوك. كويس. يعني انت شايف يا استاذ شادي لو الجزائر جت معانا، لو بقينا تصنيف ثاني الجزائر جت معانا مفيش مشكله، السنغال جت معانا مفيش مشكله، كوت ديفوار لو جت معانا مفيش مشكله. انا احب اقابل غانا. شوف يعني انا عن نفسي كمواطن مصري عاوز اقابل غانا تاني. لكن ده مش معناه انا كمواطن، لكن هم او كمشجع او كاي حاجه، لكن هم اللعيبه والجهاز الفني عنده، او الجهاز الفني عنده وجهه نظر ثانيه ان دي مجموعه المستوى انت ايه. فاكر اول ما غانا وقعت قدامنا
ده طبل وزغاريت ومبروك علينا التأهل لكأس العالم. طبعا الناس وهي مباراة، هو لا خلي شوط. بالك انه احنا هو شوط اللي فرق معانا. احنا في الجزائر كنا في جون عماد متعب، لولا التغيير بتاع اللوائح انت كنت في كاس العالم. تغيير المقصود ايا كان مقصود او غيره، بس حصل تغيير وانت كنت احسن من الجزائر في الماتش وعملت ماتش رائع. وبس المشكله الفرحه المبالغه عشان نتكلم فيها يعني ادت الى ما ادت عليه في السودان، دي قصه ثانيه. لكن انت جيت هزمت الجزائر 4-0 في كاس الامم اللي لازم يبقى تفكيرنا الاكبر فيه، لان الفوز فيه هو اللي حتى لو ما لعبتش الماتش بتاع 30 اللي هيرسخك ويرسخ وجودك في المركز الخامس او في التصنيف الاول. في كده رحتوا لنفس يعني حيرة كوبر. انت كده خط نفس الخط. انا عند نفسي لو انت مجموعه اللاعبين اللي انا المؤكد عندي ان مش هيضم حد جديد الا لا قدر الله اصيب، يعني المجموعه اللي لعبت ماتشين نيجيريا هم اللي هيكملوا ماتشات المعسكر اللي جاي. يعني قليل قوي ان لم يكن مستحيل حد يدخل الا اذا بعد الشر زي ما بقول لك حصل اصابه لحد من اللي كانوا موجودين. غير كده لا. الحاجه الثانيه هو ليه عاوز يلعب يوم 30؟ لانه هو يوم 30 يقدر يجيب كل نجومه سواء صلاح او النني. الاجنده بتاعته ودي حاجه تحترم في التفكير انه عايز يلعب بالفريق الكامل بتاعه. استاذ حسن، نقفل الملف ده ايا كان. هنروح لمباراه تنزانيا وهي المباراه اللي تؤكد ان شاء الله وجود المنتخب المصري في الجابون في 2017، واتحاد الكره يرغب في الاستمرار ايا كان الوضع حتى هذه المباراه. هي طبعا ما دام مباراه هتاكد تاهلك فهي مباراه مهمه. مباراه لازم تكون هي التفكير الاساسي زي ما قال شادي، لازم فعلا تكون هي التفكير الرئيسي بتاعنا، هو التفكير ان الماتش الرسمي دايما هو الاساس، هو اللي المفروض احنا بنركز عليه، واذا كان في اي حاجه وديه فهي تجهيز ليه او امور ما شابه ذلك. اتحاد الكره بقى عايز يقعد، عايز يكمل. دي قصه فعلا احنا شايفينها فيها لغط كتير ومحدش قادر يحسمها يعني. وللاسف يعني انا ما اعتقدش ان هم ممكن يعني حتى لو حصل في حاجه في الجلسه اللي جايه ان ممكن هم يقدموا استقالتهم بشكل سريع، او لان هم فعلا عايزين يستنوا لحد ما يتاكد التاهل فيقولوا ان احنا اهلنا مصر او تركنا بصمه قبل التاهل. لكن هل الظروف فعلا هتساعدهم على كده؟ هتفيد ولا هتضر؟ يعني سابوا مصر متاهله مش متاهله بالنسبه للمنتخب، بالنسبه لاتحاد الكره الحالي اللي هو ماشي اللي هو موجود على قائمتين بعد كده هتفيد يعني. هم بالنسبه لهم معتقدين ان هي هتفيدهم، لكن هم اختار ايه؟ انت دلوقتي هدفك من المباراه ايه؟ هدفك من المباراه ان انت عايز التصنيف، فبالتالي انت عندك القماشه عريضه واخترت قبل كده 30 لاعب ممكن تاخد وتلعب بعناصر تعتبرها هي لو انت خايف على العناصر الاساسيه اديهم جزء من المباراه، لكن اشتغل بالعناصر اللي انت هتجهزها او المفروض انت بيبقى عندك عناصر كتيره اعتمد عليهم في المباراه، حتى لو حصل اي ظروف معاكسه يبقى انت عندك عناصرك الاساسيه استفدت بيهم يعني في نص الوقت. خطط والعب. ايوه خطط والعب طبعا. بص يا شادي انا هاخد معاك بقى من البدايه برضه. ما انا هقول لك المباراه دي وضعها ايه؟ يوم 30 مباراه ملاوي دي ملابساتها ايه؟ ايه الحلول؟ انت برضه رايك نلعب ما نلعبش؟ هو لا رايي انا كشادي نلعب تمام، لكن الخواجه ما كانش عاوز يلعب. الحمد لله ان احنا اتفقنا على حاجه في البدايه. المعلومه المؤكده ان الكوبر ما كانش عاوز يلعب ومش مهتم نهائي بماتش ودي يوم 30 مايو ولا قبل 30 مايو وعاوز يكتفي بماتش تنزانيا. لكن هو المجموعه اللي بتفكر في المنتخب في اليد خايفه من امر مهم اللي هو ان تونس او كافيرد يلعبوا ماتش ودي يوم 30. فهم عاوزين يعملوا ده عشان ان حدث وان تونس او راس الاخضر قرروا يعملوا ماتش ودي يوم 30 قبل ماتشاتهم الثانيه المضمونه جيبوتي ومش فاكر الفريق بقى قصاد راس الاخضر جزيره كده مش فاكر اسمها، دول هم بيتعاملوا معاهم انهم دول فايزين عليهم فكده كده هياخدوا النقط بتاعتهم. فاحنا عندنا ماتش تنزانيا وتنزانيا مهما كان هناك بعض الامل بصيص من الامل، ففكره ان هي هتلعبك بجديه وبشراسه فمش لازم تفوز، ممكن تتعادل والتعادل ممكن يهز موقفك في حاله لو تونس كانت لعبت ماتش ودي. فانت عاوز تعمل تامين لفكره انك الخامس في التصنيف او رقم 5 في افريقيا وبالتالي على راس مجموعه اوتوماتيك يوم 24/6 يوم القرعه. طيب هو التصنيف ده مهم فارق معانا في حاجه؟ ما انت لو بصيت في الفرق الاخرى هتلاقي المغرب والكاميرون ونيجيريا، يعني لو بصيت في اول 10 ما فرقتش بس انت من اول 10 في تفريق الاحوال لو انت مش مستوى اول فانت اكيد مستوى ثاني. لكن طيب هو انت لو مصر على راس مجموعه بعديها بكام شهر
بعد 3 اشهر تقريبا. رباعيه. رباعيه. فاذا فكره انك تواجههم مش مزعجه، لكن نفسيا دي قصه ثانيه. فبالتالي المدير الفني للمنتخب المصري الارجنتيني هيكتور كوبر ما كانش عاوز يلعب يوم 30. طيب لكن قلقه من تونس والراس الاخضر بيخليه يفكر بشكل جدي. مباراه ملاوي اللي اتحطت على موقع الاتحاد الدولي تمام يوم 30 مصر كلمت ملاوي، واحنا نرجع حتى لو بيقولوا لا. ممكن يكونوا كلموا عن احد الوسطاء وفي الاخر بالظبط اوعى يكون الوسيط ده بيضحك عليكم. لا، مصر جالها المغرب، والمغرب بعد ما هي طلبت ان هي تقابلنا رينارد رفض، قال لا مش عاوز اقابل مصر دلوقتي في الفتره دي. وفي الغالب هنلتقي بالمغرب في قبل، لو احنا ما وقعناش معاهم في التصفيات هنتقابل ماتش ودي في شهر 8 او 9 الجاي. اما احنا كنا ملاوي ده عن طريقنا واحنا بنتنصل منه. والكونغو بعتت بالفعل وموافقه وجاهزه ونفسها تلعب. طب في حل تاني؟ في ليبيا، دي وجهه نظر شخصيه. تقول لي اشمعنى ليبيا؟ اقول لك اولا تصنيفها مش هيخسرك لو اتعادلت معاها او فزت، مش هتخسر نقط زي لو قابلت ملاوي لانها في التصنيف بعيد جدا. ملاوي دي حاجه. الحاجه الثانيه انه ليبيا حسب معلوماتي هتلاعب هنا يوم 5/6 هتلعب هنا في بتروسبورت في ماتش مع المغرب هنا في القاهره. فبالتالي ان احنا نقدر نطلب من الناس بتوع ليبيا المتعاونين اللي هم قابلونا قبل كده في اسوان ان احنا نلتقي ماتش ودي تاني مفيد ليهم ومفيد لينا، انهم يجهزوا نفسهم لماتش المغرب واحنا نستفيد بيهم لو فزنا، يعني اذا ربنا اذن احنا نفوز، واحنا نستفيد بان احنا مأمنين الترتيب بتاعنا اللي هو الخامس على الاقل. بس احنا كده اتفقنا اللي رغباتكم انتوا الاثنين اننا نلعب، مش رغباتنا، رؤيتنا للموقف ان المفروض ان انت تلعب ما دام انت مخطط لكده، بس تلعب ازاي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن اللي انا عاوز اقوله انه ماتش تنزانيا هو ما اضروا كتير بالكره المصريه، يعني ما فادوش حاجه وما عملوش حاجه. حتى المنتخب زي ما بقول لك يعني مش هو ده، ما لهمش اي حسنات. قول لي انت حسناته. لا انا بسالك. ناس طيبه. ناس طيبه بجد. يعني طول الفتره اللي كان فيها اتحاد الكره الحالي ما كانش فيه غير معظم الوقت عشوائيه، في مجاملات. حتى كل الامور اللي عملوها تلاقي هم نفسهم بيطلعوا ينتقدوا بعض فيها. يعني احنا تعبنا وانهكنا من الكلام في الموضوع. يعني 3 سنين او 4 سنين موجودين، السنه الرابعه خلاص اهوت، وطول السنوات دي واحنا عايشين معاهم حاله من ما فيش اي حاجه. يعني كل حتى قرار بيبقى قرار مش مدروس، وكل قرار ناتج يا اما عن مجامله يا اما عن شيء ما فيش. يعني حتى المجلس كله اكد ان هو يعني ما عندهمش حتى حد فيهم عنده الخبرات اللي يعرف يدير بشكل كويس. كلهم مش فاهمين ليهم اي وجهه نظر في حاجه ولا رؤيه واضحه. يعني بس في الانتخابات رؤيتهم واضحه. لا، في الانتخابات بيخططوا للاخرين. يعني بيخططوا ازاي؟ يعني ان هم يسيبوا الرؤيه واضحه بشكل كبير فعلا. لا انت بتدي حته بتوضح. انت انا بوسع لك بس. هو شوف انا عايز اقول لك حاجه. انا شايف ان يعني كده خلاص هو المنتخب ان شاء الله تاهل بشكل كبير. فاذا كان بس في حاجه خلاص مش هينفع ان هم يكملوا، او القضاء حكم في الجلسه اللي جايه اعتقد يوم الاحد الجاي، اذا جه قرار ضدهم اتمنى ان هم يستقيلوا بالفعل، لان عدم استقالتهم هو ده اللي هيضر. يعني عدم استقالتهم وتمسك اي حد فيهم بالكرسي او اللجوء للاتحاد الدولي هو ده اللي هيضر، وممكن يضر مصر بشكل كبير. فاتمنى فعلا ان دي الحسنه الوحيده اللي ممكن يعملوها قبل ما يمشوا، ان هم فعلا يسيبوا بصمه ان هم يستقيلوا ويبعدوا عن الكره المصريه. ده الاهم في الفتره الحاليه. تمام. استاذ شادي، لسه مقتنعين بفزاعه الفيفا وهيضروا القصه؟ طب ما الناس لجأت لمحاكم مدنيه زي ما كانوا بيقولوا الناس ما مشطوبين. هم مشطوبين حسب اللائحه، مشطوبين ما يلحقوش الدخول. هم نفسهم. هم مين اللي رفع